بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الغلمان إسلاما، واختلف في أوليته على الإطلاق، والراجح أن أول من أسلم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، أول الناس إسلاما على الإطلاق. أما علي فإنه أول من أسلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الغلمان أي الصبيان رضي الله عنه. وقد جاءت في مناقبه عدد من الأحاديث التي تبين منزلته وفضله. وكنيته أبو تراب، كناه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى منزل فاطمة ابنته، منزل علي، بعد أن تزوجها علي، فسأل عن علي، فقالت فاطمة إني غاضبته، أو قال كلمة فغاضبته فغضب فخرج، فبعث صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عنه، فرجع إليه وقال له وجدته في المسجد، أو إنه في المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فوجد عليا قد نام في أرض المسجد، وقد سقط رداؤه فتعرض جسده للتراب، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصى والتراب، ما كان فيه فرش، كان عبارة عن أرض من الحصى والتراب. فأثر التراب في جنب علي رضي الله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم مداعبا قم أبا تراب، قم أبا تراب، فصارت كنية له. طيب، وفي حديث كذلك سهل بن سعد كذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فتسابق الصحابة من يكون هذا الرجل، ثم دعا عليا أو بعث إلى علي، فقالوا أنه يشتكي من عينيه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرئ، ثم أعطاه الراية في يوم خيبر. فقال له علي أدعوهم إلى مثل ما نحن عليه، فقال انفذ على رسلك فادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه أنفس أنواع الإبل عند العرب، أنفس أنواع الأنعام حمر النعم، يعني تشبه بالسيارات الفارهة في عصرنا الحديث، من أنفس أنواع الدواب أو المركوبات. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون عندك أنفس السيارات وأنفس المركوبات التي تركبها. فهذا يبين منزلة علي رضي الله عنه. طيب، وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا على النساء والأطفال، فقال له علي أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم مبينا منزلته، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أشكل على البعض، واستغله الشيعة الرافضة في دعوى أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، ولا حجة فيه، ولم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هي منزلة هارون من موسى؟ أولا، موسى عليه السلام استخلف هارون في حياته ليس بعد موته،
لما ذهب إلى ميقات ربه فقال لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فخلفه هارون عليه السلام في حياته، في حياة موسى، لما ذهب إلى ميقات ربه. ثم رجع موسى، وكان ما كان مما حدث لما وجد أن بني إسرائيل عبدوا العجل، وعاتب هارون على ذلك. طيب، لكن هارون مات قبل موسى باتفاق العلماء. هارون مات قبل موسى عليه السلام، فلن تكن هناك خلافة لهارون بعد موت موسى أصلا. وما عني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هارون كما قلنا لم يخلف موسى بعد موته، إنما كان خلفه في حياته. فكذلك أراد عليه الصلاة والسلام، أراد أنك تخلفني مثل ما خلف هارون موسى في حياته، تخلفني على نساء وصبيان أهل المدينة فقط. هذا معنى الحديث، يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي لما هارون خلفه على بني إسرائيل في حياته، كذلك أنت تخلفني على المسلمين في المدينة في حياتي. لكن ما أشار لا من قريب ولا من بعيد أن هذا يعد إشارة إلى خلافته بعد موته. الذي فاهم هذا الكلام هم هؤلاء فقط، الشيعة فقط، ولا حجة فيه البتة. لذلك علي رضي الله عنه ما يدعي أنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر، ما ادعى ذلك أصلا علي، لأنه رأى اجتماع كلمة المسلمين على أبي بكر. وسيأتي عنه إن شاء الله في المجلس القادم كيف بايع علي أبا بكر، على خلاف ما يدعي هؤلاء الكذبة من الشيعة. قاتلهم الله أن يؤفكون. وفضائل علي ومناقبه لا تحتاج إلى أكاذيب الشيعة. لذلك علي رضي الله عنه تبرأ من هؤلاء القوم البهت في حياته، بل قتل بعضهم. يعني علي أول من قتل زنادقة الشيعة في حياته من السبائيين. لما أتي لعلي بهؤلاء السبائية أتباع ابن سبأ اليهودي، حيث هرب ابن سبأ إلى المدائن، لم يتمكن علي من قتله. كان علي أراد أن يقتل ابن سبأ، لكن ابن سبأ هرب إلى المدائن وفر من علي. فأتي ببعض السبائية إلى علي يقولون أنت إلهنا، يقولون لعلي أنت إلهنا. فأنظرهم علي ثلاث ليال، إما أن ترجعوا عن قولكم أحرقكم من نار. يأتي بهم في كل يوم يقولون له أنت إلهنا. انظروا إلى هذا الغلو وهذا التعنت مع علي نفسه. يعني علي نفسه رضي الله عنه يقول لهم ارجعوا عن قولكم هذا، وهم والعياذ بالله يعني طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلما رأى علي أنهم لا يستجيبون أمر مولاه قنبر فأجج النار وألقاهم فيها. هذا حكم علي على إيش؟ على روافض إيران. لو كان علي حي والله لقتلهم ولحرقهم بالنار. والله لو كان علي لو كان علي حيا لقتل الخميني وحسن نصر ومن معهم، لقتلهم وحرقهم بالنار. هذا حكم علي عليهم الذين يقولون أنت إلهنا. وهن الآن في أناشيد روافض إيران ولبنان هؤلاء المجوس يقولون يا علي يا مكور السماوات والأرض، يا علي يا فاطر السماوات والأرض، يا علي يا علي يا علي. أعطوا له الربوبية الكاملة، يعني فاقوا أبا جهل وأبا لهب في الكفر والشرك. يعني أبو لهب وأبو جهل لما أشركوا بالله في الإلهية فقط، لكن لم يشركوا بالله في الربوبية. يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ما قالوا إن محمدا خلق السماوات والأرض معذرة، ما قالوا إن هبل ولا إن مناه أو إن العزة خلقت السماوات والأرض، ما قالوا هذا. كانوا يعلمون أن هذه الآلهة هي مجرد وسائط بينهم وبين الله فقط لاستجابة الدعاء فقط. أشركوا في الدعاء في الإلهية، لكن ما اعتقدوا أن هذه الأصنام تخلق شيئا. لكن هؤلاء فاقوا هؤلاء في الكفر والشرك. أعطوا العلي وللحسين الربوبية ولأئمتهم الاثنى عشر الربوبية الكاملة، يعلمون ما كانوا وما سيكون. هم الذين يملكون مقاليد السماوات والأرض. يقولون يا علي يا مكور السماوات والأرض، يا من تملك مقاليد السماوات والأرض في دعائهم. فعلي رضي الله عنه بريء من هؤلاء القوم البهت. فأجج قنبر النار فألقى علي هؤلاء في النار وقال مرتجزا إني لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا.
أي أن يلقي هؤلاء في النار. هذا حكم عليه على الشيعة الرافضة الذين غلوا فيه. وهذا الأثر أصله في الصحيحين، في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس أنكر على علي، قال إني وددت أنه قتلهم بدل أن يحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار، نهى عن التحريق بالنار. ثم قال أو روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فوددت أن عليا كان قتلهم دون أن يحرقهم. هذا اجتهاد من ابن عباس وهذا اجتهاد من علي، لكن علي لماذا حرقهم؟ كما ذكر ابن قيم الجوزية في كتاب الطرق الحكمية، إنما فعل ذلك علي سياسة شرعية زجرا لهؤلاء حتى لا يعودوا إلى مثله مرة أخرى، أو حتى لا يقلدهم غيرهم، رغم ذلك عادوا. يعني علي فعل هذا من باب التغليظ والزجر الشديد حتى يبرأ إلى الله، حتى يبرئ ساحته أنه لا يرضى بأن يعبد من قبل هؤلاء المجرمين. وسبحان الله الذي قدر هذا في حياة علي، حتى يكون هذا الأمر حجة عليهم إلى يوم القيامة، أنه بريء منهم، عليهم بريء من الشيعة ومن أتباعهم، بل هو في حياته كان يشتكي من بعض هؤلاء الغلاة في الكوفة، والحسين نفسه رضي الله عنه قبل أن يقتل ندم أنه استجاب لهؤلاء لما بعثوا إليه حتى أسلموه للقتل. من الذي أسلم الحسين للقتل؟ هم شيعة الكوفة، ثم يبكون عليه ويعملون عليه المآت، هم الذين قتلوه، هم الذين أسلموه للقتل، هؤلاء المجرمون كما يفعلون الآن، يبكون وهم الذين يسلمون المسلمين للقتل، يبكون على المسجد الأقصى والذين أسلموا المسجد الأقصى إلى اليهود، يبكون على إيه؟ على أهل غزة هم الذين أسلموا أهل غزة للقتل، والله هم الذين أسلموهم. اتفقوا مع اليهود على هذا، على تدمير غزة، هذا باتفاق مع شيعة إيران. كذلك لبنان، من الذي دمر لبنان من أكثر من 30 سنة؟ شيعة حسن نصر، حزب أمل الشيعي، هم الذين أسلموا لبنان إلى اليهود كما أسلموا غزة الآن إلى اليهود، هم هؤلاء مع الخونة حزب الإخوان، هم الذين أسلموهم. بارك الله فيكم. فهؤلاء يخدعون المسلمين وهم أكثر الناس فجورا في استحلال دماء المسلمين. فعلي رضي الله عنه بريء منهم والله، وهو رضي الله عنه يوم القيامة يتبرأ منهم على رؤوس الأشهاد، وهو في حياته حرق رؤوسهم من أتباع ابن سبأ اليهودي. هذا يجب أن يعلم حتى يبرأ علي من غلو هؤلاء، فإن علي رضي الله عنه خليفة الراشد ورابع الخلفاء الراشدين باتفاق الأمة، الرابع ليس الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل إن الأمة قدمت عثمان باتفاق. اجتمع قادة المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة لما مات عمر وترك الأمر شورى في 6 منهم عثمان وعلي، فاتفقت كلمة الصحابة من رؤوس الصحابة على تقديم عثمان على علي في الخلافة. لذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من قدم عليا على عثمان في الخلافة هو أضل من حمار أهله، لأنه خالف إجماع الصحابة، خالف إجماع الصحابة، فهو أضل من حمار أهله، أي في فهم العقيدة. فإن علي رضي الله عنه لا يرضى عن صنيع هؤلاء، هو بريء منهم ومن أفعالهم ومن عقيدتهم فيه، هذا يجب أن يعلم. وأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لا يرضون أبدا بغلو وفجور هؤلاء أبدا، هم براء من هؤلاء في الدنيا إن كانوا أحياء، وفي الآخرة يبرؤون منهم. عليكم أن تفقهوا هذا حتى لا تغتروا بشعارات هؤلاء الكذبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.